في مباراتي الليلة. هجوم وانطلاق المنتخب الأردني عبر الجهة اليمنى العكسية. جول جول أول. النشامة ما منهم سلامة، ولا اللي يوقف قدامه. هذا الأردن الرقم الصعب. الأردن يلعب بشكل جيد إذا ما شاف لاعبوه الجماهير، وبالتالي بهاء فيصل يزرع البسمة والبهاء على عشاق النشامة ويسجل 1-0 في الدقيقة 7 بمساعدة دفاعية. هذا هدف مهم. إذا انتهت عليه هذه المباراة حول الكرة أتت إلى حمزة الدردور يلعب الكرة عكسية. كرة حمزة الدردور أتت على قدم ريبن سلاقة لاعب نادي الشحانية هنا في دوري نجوم QMB، وتحولت وعاكست شباك سيد جلال حسن لتعلن عن تقدم المنتخب الأردني في مباراة الليلة. هدف يأتي بعد 8 دقائق من بداية أحداث هذا اللقاء. الأردن في المقدمة 1-0. السوبر 91 وصافة أوروبا 92. جيل كان مميز للبلوتش ركياتي. ريبن عوض يسدد. الله! عراقي أبو الغيرة العراقي. أساسه لعب راقي. وهكذا احتفل أيمن حسين. لم يحتفل بل قرأ الفاتحة لضحايا الموصل. يا مخلين الكبار اتهوس مثل الصغار، خصمكم لعب بالنار حرق جو الملاعب. أيمن حسين عاد والعود أحمد. كرة ريبين عوض ولعب الكرة بيمناء حلوة. لعبة كبار في اللقطة الماضية. أيمن حسين يبي ترجع، ارجع بطريقة أيمن حسين. حطها بالكعب. لعبة كبيرة في سماء ملعب جذع النخلة، انحطت في شباك معتز ياسين. بل بالعكس، حس انه واحد من العراقيين منهم وفيهم المنتخب العراقي. هنا بعد الضربة الحرة جول ثاني. يوم من النيران الصديقة اللي شفتوا لاعب في الملاعب يلعب ايده على جرحه. هذا لاعبنا العراقي في المآسي جاب فرحة. جيب الكاس جيبه. هكذا تريد الجماهير العراقية حين يسدد بشار السربليان. باشا في الضربة الحرة. النيران الصديقة حاضرة، وقدم ابن أكاديمية وابن مدرسة عمبو بابا في البدايات، وهو ابن رسل بنيان نجم الكرة العراقية السابق ابن الوز عوام، حاضر في اللقطة الماضية يسدد في ظل تهافت الأخبار إلينا. الأولمبي العراقي إلى كأس آسيا تحت 23 بالتعادل مع المنتخب الإيراني بدون أهداف. الأخبار السعيدة تأتي في ذات التوقيت، وخليل بني عطية هو من يسجل عن طريق الخطأ في شباك منتخب بلاده. تصبح 2-1 للعراق، ويشجع ومتحمس ويحب كرة القدم ويبي يفوز ويبي الانتصارات. ذلك إذا كنت لاعب في المنتخب العراقي يجب أن تعرف أن المهمة اللي عند اللاعبين الآخرين عندك ضعفها. كرة الوصول، الجول، جول ثاني للعراق. ما يخسر من معاهم ميمي. لا تعاندون لو لعب. التعب ما يعرف تعب. بركان نازل وغضب هذا العراقي. ميمي وفي لعاداته يسجل ثالث الأهداف في شباك المنتخب الأردني الشقيق. صارت 3-1. ميمي بهكذا يحتفل. أفضل عزاء من البصرة الفيحاء إلى الموصل الحدباء وفاء للشهداء. سجل ووضع الكرة يمين معتز ياسين حارس مرمى المنتخب الأردني.
صارت 3-1 صارت 3-1 وبالتالي هذه الفرحة. شوف الكل فرحان، الكل فرحان، الشايف فرح، الصغير فرح، البنت فرحت، الولد فرح. الجمهور يعرف، الجمهور عنده ثقافة رياضية، عارف من اللي يؤدي ويستحق التحية. هنا الكرة عكسية الثانية المنتخب الأردني، جول ثاني للنشامة، سجل النشامة. صور يا مصور، علي يا صحافة، المنتخب الأردني فوق ورايته رفرافة، يسجل النشامة، يسجلون هدف ثاني، هدف قد يكون بداية انطلاقة ليس فقط لهذه البطولة. الآمال في النشامة كبيرة، الطموحات للنشامة كبيرة، الآمال للمنتخب الأردني عليه الآمال كبيرة، والتطلعات عظيمة لمنتخب أرى بأنه من المنتخبات التي تفتقد للحظ في اللحظة الأخيرة مثل ما حدث في أمور أو في مباريات كثيرة. الأمنيات بأن ينصف الحظ.